النهارده هحكي لكم قصه الماتش اللي اتلعب بفريق واحد. اتحاد الكوره قرر ان ماتش الزمالك والمقصه هيكون يوم الاحد الساعه 7، وبناء عليه قرر المقصه انه هيروح الماتش في الميعاد اللي حدده اتحاد الكوره، ولو الزمالك ما جاش هيكون منسحب. الزمالك بقى قال لك احنا هنروح الماتش يوم الثلاث، ولو المقصه هو اللي ما جاش هيكون منسحب. السؤال المهم بقى، احنا لما نحب نتفرج على الماتش نتفرج عليه يوم ايه والساعه كام؟ ده غير طبعا ان اللائحه بتقول ان في حاله انسحاب فريق الحكم ينهي الماتش بعد 20 دقيقه. الحكم بقى قرر انه يجود من عنده وينهي الماتش بعد 22 دقيقه. طب الدقيقتين الزياده دول ايه؟ يعني مثلا وقت بدل ضايع عن الوقت اللي ما اتلعبش اصلا. وبعدين يا جدعان انا ما كنتش متخيل ان لعيبه المقصه هيقفوا يلعبوا 31 في نص الملعب. دخل الاهلي ماتش اسوان بخطه اللعب المعتاده وهي 4-2-3-1. في حراسه المرمى اوليفر اكرامي، 4 في خط الدفاع سعد ونجيب في القلب، على يمينهم الجوكر احمد فتحي، وعلى شمالهم مكنه العرضيات علي معلول، 2 في وسط الملعب المايسترو عمرو السوليه والمسمار حسام عاشور، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه ميدو جابر، وعلى شماله الثعلب اجاي، تحت مهاجم وحيد الدبابه كولوبالي. اسوان نازل من اول الماتش عاوز يعمل ضغط عالي على الاهلي ويقابل من قدام، وفعلا صعب علينا الخروج بالكره على الارض، بس نسي اهم حاجه بتحتاجها طريقه اللعب دي، وهي انه هيتصرف ازاي لو الاهلي نجح انه يفك الضغط ويعدي بالكره نص الملعب. وعشان اسوان ما عملش حسابه في الجزء الدفاعي من الطريقه اللي كان بيلعب بيها، وخصوصا قدام فريق بحجم الاهلي وبالفورمه اللي عليها دلوقتي، فعملنا حفله على الضيق كده مدتها 25 دقيقه لخصنا فيها كل الكلام، وكان فيها كل حاجه من الكره الحلوه اللي الجمهور محتاج يشوفها. يعني استحواذ ايجابي تلاقي، اختراقات من العمق تلاقي، لعب من على الاجناب وعرضيات برضه تلاقي، بساط وانتوهات من كل مكان في الملعب كان موجود، وبدل الجول جبنا 2، لدرجه اني كنت بسال نفسي ان طالما كل ده موجود عندنا امال مخبيين علينا ليه؟ مفيش حد يقدر يختلف او يتكلم عن نتائج الاهلي الايجابيه من اول الموسم. الاهلي نجح في كل الماتشات اللي لعبها انه يحجم اي فريق يلعبه وايا كانت طريقه لعبه. الاهلي قدر السنه دي انه يجمع بين حاجتين ما شفناهمش موجودين مع بعض وفي نفس الوقت من فتره طويله. الاهلي بقى عنده خط دفاع من الصعب جدا جدا انك تعدي منه، وكمان بقى عنده خط هجوم تحس وانت بتتفرج عليه انه يقدر يجيب جول في اي وقت. حسام البدري قدر يوفر البديل اللي ممكن يعتمد عليه لكل المراكز، الا مركز واحد اللي لحد دلوقتي ملقاش ولا واحد ممكن يعتمد عليه مكان السعيد. حاسس ان عبد الله السعيد مجهد جدا بدنيا، وهو ده اللي مأثر عليه فنيا وذهنيا. وكمان في حاجه جوايا بتقولي ان في شيء مش مريح السعيد جوه النادي الاهلي في الفتره الحاليه، والكلام ده ظاهر على ادائه وروحه في الملعب. فلازم الجهاز الفني يكون ليه قاعده مع السعيد ويشوف السبب في الاداء السيء، لان من وجهه نظري ان هو الحل لما تتقفل في وشك كل الحلول. طول ما اللعب على الواقف ومفيش جري وسرعات، محمد نجيب بيكون في السليم وما بيكونش عنده اي مشاكل. لكن لو هنلاعب فريق رتم اللعب عنده سريع وعنده لعيبه بتحب الجري كتير والفرهده، ساعتها محمد نجيب بيكون في ورطه وبتظهر كل عيوبه. والحقيقه عشان ما نكونش ظالمين، المشكله دي مش مشكله محمد نجيب لوحده، لكن جزء منها بسبب بطء نجيب، والجزء الثاني بسبب طريقه لعب الاهلي واللي بتعتمد على الهجوم واللعب على المكسب في كل الماتشات. ولان المكسب بيتاخر في اوقات كتير، الاهلي بيكون مطالب انه يهاجم بكل خطوطه ويفتح دفاعاته، وبيكون المدافعين في حاله المرتدات في موقف 1 لواحد وفي احتياج لسرعات. ناس كتير في الايام اللي فاتت كانوا بيهاجموا عبد الله السعيد على مستواه. انا كمان مش مبسوط من اداء عبد الله السعيد لاني عارف ان عنده اكتر من كده، لكن برضه ما ينفعش اننا بين يوم وليله ننسى كل اللي عمله، وانه ياما اسعد جمهور الاهلي، ومش بس كده، ده كمان جماهير مصر كلها وهو بيلعب مع المنتخب. فياريت لما نحاسب لاعب نحاسبه على مستواه عن ماتش او فتره معينه، وبلاش نتكلم عن حته التاريخ ونقول ان عمره ما كان مستواه حلو، لانه هيفضل السعيد اللي الناس كلها كانت عايزه تاخد شقه جنبه. الاهلي خد كل اللي هو عاوزه من الماتش في الشوط الاول، فنزل الشوط الثاني يلعب الكره السهله اللي يقدر يضايق بيها اي فريق، واللي في اوقات ممكن تضايقنا احنا شخصيا كمشجعين للاهلي. عكسنا كل حاجه، وبقى لعبنا عباره عن اننا ماسكين كوره وبنباص بعرض الملعب، وكمان بقى عندنا بطء في التحول من الدفاع للهجوم، وكنا بناخد وقت كبير في تحضير الهجمه. فبعد ما كان من الصعب ان دفاع اسوان يقفل قدامنا بسبب انتشارنا في كل مكان في الملعب، بقى سهل عليهم جدا انهم يرجعوا ويقفوا صح ويقللوا خطورتنا على الجول. منظر ما افتكرش ان شفته قبل كده في الاهلي مع البدري، وعارف انه هيكلم اللعيبه عليه. ايه المساحات الموجوده في نص ملعبنا دي واللعيبه بتتمشى؟ وايه الوان طول اللي عمله لعيبه اسوان ده واللعيبه واقفه بتتفرج؟
بس مهما حصل ولما توصل لإكرامي هتحس إنك وصلت لمرحلة الوحش اللي مستحيل إنك تعديها. من إمتى يا فتحي لعيبة الأهلي ما بتلعبش على صفارة الحكم؟ طب إيه يا فتحي، هتفضل باص للحكم كتير ومستني صفارته؟ طب وجديد اللي خد الكرة ده إيه، هنسيبه لوحده كده؟ طب ولو جه جول هتقول إيه؟ أنا كنت فاكرها أوت. الفرق بين كولوبالي وعمرو جمال في الوقت الحالي إن ده لعيب فورمة وفي كل لعبة بيكون واخد القرار وعارف هو هيعمل إيه من قبل الكرة ما تجيله، ودايما بيروح بوشه للجول وما بيحاولش ياخد الكرة ويرجع بيها لورا كتير ويعطل الهجمة. اما عمرو جمال بيفكر هو هيعمل ايه بعد ما بيستلم الكرة ويعدل، فعقبال ما يعمل كل ده وياخد القرار ما بيلاقيش الكرة في رجله. اما اجاي في الترقيصة دي ودى لاعب اسوان المولد وركبه المراجيح. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير في الخير، واشوفكم الحلقة الجاية.